السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جاني من أحد الشباب بيقول لي: يا شيخ، هل سيدنا أبو بكر شرب الخمر؟ قلت له: لا، سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. عندما سئل سيدنا أبو بكر: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: لا، كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي. راح جاني قال لي: طيب إزاي الرسول جلد سيدنا أبو بكر 40 عشان شرب الخمر؟ قلت له: فين قريته ده يا ابني؟ قال لي: ده الحديث في صحيح البخاري. بعت لي هذا الحديث. عندما قرأته ما اكذبش عليكم قعدت اضحك، يعني جتني هستيريا الضحك، وصححت الامر. فهم بفضل الله سبحانه وتعالى وقال لي: جزاك الله خير، انا عاوز ابوس دماغك. طبعا الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ده شق من الحديث. شوف الفصل بعد كده، خد جملة تانية بعدها: وجلد ابو بكر 40. يعني الحديث بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب شخص شرب الخمر فضربه بالجريد والنعال، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه عاقب شخص وجلده 40 لأنه شرب الخمر. مش سيدنا أبو بكر الرسول جلده 40. اللهم ارزقنا الفهم يا رب العالمين. لذلك يا شباب يا غاليين، لما جاب لك حديث زي كده اسأل واحد يكون فاهم قبل ما تقرب دماغك كده وتفهم. اسأل واحد عارف، قول له ايه معنى الحديث ده، اشرحه لي يشرحه لك ويفهمك. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير. عشان في بعض الجروبات يعني المعادية لأهل السنة بينشروا هذه الأحاديث وبيفسروها على دماغهم بدون علم وبدون فهم. جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم.